ما أشبه الليلة بالبارحة، ما أشبه الليلة بالبارحة، وما أكثر إعراض الأمة عن هذا الكتاب العظيم، وما أخطره. قد أعرض الناس إلا من شاء ربه عن كتاب الله وتعلمه وتعليمه والحكم به والتحاكم إليه وتنفيذ أوامره وترك نواهيه، حتى ولو وجد حفظ ولو وجد جمع من الناس حافظين لكتاب الله، لكن المهم أن يعمل به وأن يدعى إليه وأن ينكر على من خالفه وأن يحكم في الناس. فلو حفظ الناس كلهم كتاب الله ولم يعملوا به لم ينفعهم. المقصود من الحفظ والمقصود من القراءة والمقصود من التفسير والمقصود من العلم كله العمل. فاليهود والشيطان ابليس من أعلم الناس، ومع ذلك من أكثر الناس وبعد الناس عن الهدى. وهكذا علماء السوء من هذه الأمة عندهم علوم ولكنهم ضيعوها بعدم العمل والإلحاد والفساد وإيثار الدنيا على الآخرة. فلا ينفع علم بلا عمل ولا حفظ بلا عمل، لا بد من علم يتبعه العمل وحفظ يتبعه العمل. فواجب الأمة علماء ومتعلمين وعامة أن يعملوا ويتفقهوا ويتعلموا وأن ينفذوا أوامر الله ويقفوا عند حدود الله ويبتعدوا عن محارم الله وأن ينشروا كتاب الله وسنة رسوله.